في عالم غالبا ما تطغى فيه الأضواء الفردية على الالتزامات الجماعية، يرسم النجم المغربي أشرف حكيمي لوحة فريدة من نوعها. فبينما كانت أصباء تتويج الأوروبي المذهل لا تزال تتردد، لم يتردد لحظة في شد الرحال لتلبية نداء الوطن. إنها قصة لاعب يضع عشقه لبلاده وانضباطه كأولوية قصوى، مقدما درسا في التفاني يحتذى به. باريس الرباط برهن أشرف حكيمي ظاهرة كرة القدم المغربية مرة أخرى عن التزامه الاحترافي العالي وولائه الراسخ لوطنه. فبعد أيام قليلة فقط من كتابة فصل مجيد في تاريخ ناديه باريس سان جيرمان، سارع للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة في تجسيد حي للانضباط وحب الوطن. ففي يوم السبت الأول من يونيو 2025 كان حكيمي نجما ساطعا وقوة دافعة في فوز فريقه باريس سان جيرمان للقب دوري أبطال أوروبا. لم يكتفي بالتألق الدفاعي، بل بصم على أداء هجومي لافت بتسجيله الهدف الافتتاحي في الانتصار التاريخي بخماسية نظيفة على إنتر ميلان. هذا الإنجاز جعله محط إشادة عالمية، حيث وصفته الصحف باللاعب الخارق صاحب الأداء المتقن، مؤكدا مكانته كأحد أربز اللاعبين العالميين في مركزه. ورغم الفرحة الغامرة بهذا اللقب الأوروبي الكبير وما صاحبه من احتفالات متوقعة لفريق العاصمة الفرنسية يوم الأحد 2 من يونيو، فإن الواجب الوطني كان له الكلمة العليا في أجندة حكيمي. فمع حلول اليوم الأربعاء 4 من يونيو، كان الظهير الأيمن المتألق حاضرا بكامل تركيزه في المعسكر التدريبي لأسود الأطلس. ويأتي هذا الانضمام السريع في إطار استعدادات المنتخب المغربي لمواجهة ودية مرتقبة وذات أهمية أمام المنتخب التونسي الشقيق، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 من يونيو أو السبت 7 من يونيو وفقا لبعض المصادر. حضور حكيمي الفوري يعكس مدى الانضباط والجدية التي يتعامل بها مع مسيرته الدولية وشغفه الدائم بتمثيل راية المغرب. إن هذا الانتقال السريع من منصات التتويج الأوروبية إلى أرض التدريب مع المنتخب الوطني ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أشرف حكيمي ليس مجرد لاعب كرة قدم موهوب، بل هو رمز للالتزام الوطني الانضباط الرياضي الرفيع. مسيرته الملهمة تواصل إثبات أن حب الوطن والانتماء إليه